السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم حبايبي واحلى متابعين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهاردة بقى ان شاء الله هنعمل مع بعض كده حبة قراقيش حلوين كده لفطار بقى العيد. حاجة كده ما شاء الله زي ما انتوا شايفينها، هتكون كده ولا ناعمة قوي ولا خشنة قوي، حاجة وسط وجميلة قوي. قراقيش بالعجوة سهلة وبسيطة، مش هتاخد معاكي وقت ولا مجهود خالص. كل عام وانتم بخير. تابعوا معايا الفيديو للاخر، ولو اول مره بتشوفيني يا ريت تنوريني بالاشتراك في القناه وتفعلوا الجرس عشان يجيلكم كل جديد، وتحطي لي اللايك ودعميني بكومنت حلو منك. اول حاجه كده بقى عشان نعمل القراقيش الجميله دي زي ما انتوا شايفينها كده، وعملناها كمان بالعجوه. حابه بقى تعمليها بساده او بالملبن او باي حاجه انت عايزاها براحتك. اول حاجه معايا كده كيلو من الدقيق منخول طبعا كويس قوي. هحط عليه معلقتين من السمسم، وكمان معلقتين من السكر البودر او سكر عادي يعني المتوفر عندك، ورشة صغيرة من الملح. تمام. والخميرة هنا هحط معلقة صغيرة من الخميرة الفورية، معلقة صغيرة، ومعلقة صغيرة من البيكنج باودر، معلقة صغيرة من الخميرة الفورية ومعلقة صغيرة من البيكنج باودر، ده لكل كيلو دقيق. تمام. وهنقلب بقى الكلام ده كله مع بعضه كده كويس. نقلب الخميرة مع الحاجات دي. طبعا السمنة هنا كنت مسخناها جدا، حطيت لي كيلو دقيق كوبايتين ونص من السمنة، وده مقدارهم 500 جرام، يعني نص كيلو بالظبط. انا عايزاها تكون وسط، لا ناعمة قوي ولا خشنة قوي. فانا هعملها كده اللي هو كوبايتين ونص، اللي هو المج بتاع الشاي العادي بتاعنا، مقداره كوبايتين ونص، يعني نص كيلو على الكيلو دقيق. تمام. حطيت بقى كده السمنة، وقبل ما بسها كده سبتها تبرد شوية وقلبتها بالمعلقة. ضفت بقى هنا كده اللي هي ريحة الموز. طبعا بقى اي روائح عندك، حابة تضيفيها او مش حابة تضيفيها خالص براحتك يعني القراقيش ممكن ما نضيفلهاش اللي هي الروائح دي كتير يعني. وابدأ بقى ان انا بس كده لحد ما اشرب الدقيق في السمنة كلها كده، واخلي يعني كل حبة دقيق متشربة من السمنة زي ما انتوا شايفين كده بالشكل ده. قعدت بس كده شوية، حوالي 5 دقايق، لحد ما كل الدقيق اغلفه بالسمنة. هنا بقى خلاص بعد ما غلفت الدقيق كله بالسمنة، جبت ربع كوباية من الحليب، وضفت عليها كوباية من بقيتها مية، يعني هي كوباية 3/4 مية والربع حليب. تمام. وبدأت ان انا الم العجينة بيه زي ما انتوا شايفينها كده لحد ما العجينة لمت معايا. مش بنعجن كتير، بس العجينة تلم معانا وتبقى زي ما انتوا شايفينها كده. تمام. وهنا كنت بختبر العجينه، هي عجينه طريه وكويسه قوي، وانا مش عايزاها ناعمه قوي لان دي هتكون قراقيش. جبت بقى هنا في الوقت ده غطيتها كده بكيس، وبعدين هسيبها بقى على جنب. وجبت هنا بقى في الوقت ده العجوه بتاعتي اللي انا هحشي بيها. قلت اما اجهزها بقى. هنا جبت العجوه وحطيت عليها معلقتين من السمنه عشان تتشكل معاكي بسهوله وتكون طريه كده. هنبدأ بقى نعجنها كده كويس بايدينا، وبعدين بقى نشكلها على حسب الاشكال اللي انت هتعمليها. طبعا لو هتعمليها دواير اللي هي قرص، فهتكون كرات صغيرة كده. لكن انا عملتها كده بالشكل ده عشان تكون سهلة عليا في اللي هي الاصابع الطويلة، تكون سهلة عليا في التشكيل. وبعد بقى ما عملت الشوية دول كده، جبت حتة عجينة وبدأت ان انا بقى احشيها بالطريقة دي على الرخامة كده. وبعملها بفردها كده بايدي، بسخنها كويس قوي عشان تبقى سهلة معايا. وبعدين ببططها كده بس ان تكون عريضة. يعني انا واخدة قطعة عجينة كبيرة، وببدأ بقى ان انا افردها كده بالشكل ده. طبعا اي شكل انت حابة تعمليه. انا عامل اللي هو الاصابع، وكمان هعمل كده شكل مثلثات وهعمله معاكم ان شاء الله دلوقتي. فطبعا طريقة التشكيل دي يعني كل واحدة وليها ذوقها والطريقة الاسهل ليكي طبعا. بس كده. وحطيت بقى العجوة فردتها كده، بططتها برضو عشان تكون يعني متوزعة في قطعة القرقوشة كلها. بدأت ان انا ابطط كده، وبعدين بقى بشيل الزيادات كويس قوي. يعني بعد ما بطط كده واسويها، بشيل اي زيادات بقى، وبشيل الاطراف دي عشان اللي هي بتكون مش مظبوطة قوي. بدأت بقى ان انا اقطع بالسكينة. طبعا في قطعات كده اللي هي بتكون مشرشرة من الجناب، لو عملتوا بيها برضو بتكون حلوة وبتدي شكل كده في الصابع كده، كرنشة من الطرف، فبتكون شكلها حلوة برضو. بس. وبدأت بقى جبت الصاج بتاعي نضيف مفهوش اي حاجة، مش مدهون اي حاجة، وبدأت ان انا ارص فيه الاصابع بقى القراقيش بتاعتي الجميلة قوي دي. حاجة كده ما شاء الله بقى، زي العسل. اللهم بارك. كل عام وانتم بخير. دي بقى للفطار في العيد. طبعا بقى يعني حاجة كده بتفكرنا بقى برمضان والحاجات الحلوة دي والشتاء وكده.
جبت بقى قطعة عجين تاني وهعمل معاكم برضو جزء تاني عشان تشوفوها. بدأت ان انا ابططها كده، وبعد ما فردتها كويس بنفس الشكل جبت برضو حطيت العجوة كده وفردتها كده برضو على ايدي، وبعدين بدأت ان انا ابطط واظبط كده، وبعدين بشيل اي زيادات بقى شكلها مش لطيف بالسكينة كده عشان نحاول يعني ان احنا نظبط شكلها ونخليها شكلها حلو. بس بقى كده، وبدأت برضو اشيل الاطراف وبعدين اقطع بقى كده الصوابع بتاعتي وارصها تاني في الصينية او كده بالشكل ده. وبعدين بقى هبدأ ان انا هعمل معاكم نفس الطريقة اللي انا حشيت بيها، بنفردها كده على الرخامة ونبططها كويس قوي، وبعدين بدل ما نقطعها صوابع بنقطعها مثلثات بالشكل ده. بتكون برضو يعني شكلها حلوة ومختلفة شوية. طبعا انتوا اي طريقة انتوا بتحبوا ان انتوا تشكلوا بيها براحتكم. انا ما عملتش يعني اشكال كتير او كده. بس كنت في اللي هو في العيد في رمضان كنت عاملة اشكال برضو في القراقيش حلوة، لو حابين ترجعوا لها في الفيديوهات. وبس بقى كده بندخلها الفرن على درجة حرارة 180 على الرف اوسط عشان ما يعني تستوي كويس قوي وما تكونش مثلا تاخد لون وتكون لسه قلبها ني. انا بحطها على الرف الاوسط بتستوي معايا، لما تاخد لون دهبي من تحت كده كويس بطفي بقى من تحت وبقيد لها الشوايه بس الوش يحمر وبس، بتطلع بالجمال اللي انتوا شايفينه ده. بصوا ما شاء الله حلوه قوي ومظبوطه، لا ناعمه قوي ولا خشنه قوي، بالمقدار ده اللي هو كيلو دقيق عليه 500 جرام من السمنه اللي هو نص كيلو بالظبط. وادي المثلثات بتاعتنا وبس كده بألف هنا. يا رب الفيديو يكون عجبكم والطريقه عجبتكم. ما تنسوش تحطوا لي لايك، واول مره بتشوفوني نوروني بالاشتراك، واشوفكم في فيديو جديد. مع السلامه.